ده وليد أزارو، ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ مهاجم الأهلي السابق واللي قادر إنه يخرجك عن شعورك مهما كان ثباتك الانفعالي، وده بسبب الكور السهلة اللي كان بيضيعها. أزارو جاي من حواري المغرب وانضم للأهلي في موسم 2017. لعيب سريع جدا وعنده ضغط عالي على المدافعين، لكن كان منحوس بشكل غير طبيعي. كان بيعمل كل حاجة في الكورة غير إنه يجيب أجوان. أزارو لو كان سجل كل الفرص اللي ضيعها كان عمل رقم تاريخي لتسجيل الأهداف، ما أعتقدش إنه كان هيقدر أي لعيب في الدوري المصري إنه يكسره. لكن بالرغم من كل ده قدر انه يكسب لقب هداف الدوري في تاني موسم ليه مع النادي الاهلي برصيد 18 هدف، وصدقني ضيع قدامهم ما يقارب من ال 20 هدف. ازارو ما كانش في ماتش بيعدي عليه الا لما يضيع جونين تلاتة على الاقل، حتى لو الجون فاضي بيضيع الكوره، وده لان الحلو ما يكملش. ازارو سريع جدا ونشيط وبيعرف يضغط على المدافعين ويغلطهم كمان، لكن الفينش بتاعه ما كانش احسن حاجه. من أول بداياته مع الفريق وهو كده، وكنا بنعتقد إنه لسه ما تأقلمش مع زمايله، لكن حظه السيء فضل مكمل معاه. من وجهة نظري أزارو من المهاجمين المحترمة جدا اللي لعبوا في الأهلي، ولو كان محظوظ شوية كان خرج من الأهلي على فريق أوروبي.